ده الشكل بتاعها. جميل. ده في اقل من 9 دقايق كان بالشكل دوت، مستويه من جوه وهي من بره مقرمشه واللون بتاعها جميل جدا. الاير فراير هل فعلا هو اكل صحي وتوفير للزيت وتطور لتكنولوجيا الطبخ بعيد عن البوتاجاز التقليدي، ولا مجرد موضه طلعت الفتره ديت وهتنتهي قريب؟ هنبدا ندخل ونشتري شويه حاجات متنوعه علشان نجربها في تجربتنا مع الاير فراير الجديد. طبيعي اول حاجه وهي البطاطس، ويفضل النص تسويه لان البطاطس العاديه بتحتاج تحضيرات تانية علشان تستوي، لكن النص تسويه ديت بتكون نتيجتها افضل وبتاخد وقت اقل. ممكن كمان نجيب جمبري نجربه، ومن اللحوم ممكن نجيب كفته وستيك وسجق، وممكن كمان نجيب قطعه الدجاج ديت علشان نجربها. خلونا اول حاجه نفتح الكرتونه ونستكشف ايه اللي جواها. طبعا اول ما بنفتح اول حاجه بنلاقي الكتالوج وشهاده الضمان. ونقطه مهمه نخلي بالنا منها هي ان في بعض الاجهزه بيكون سعرها اقل شويه لكن بتيجي من غير ضمان. الاير فراير واحد من اشهر اجهزه الطبخ اللي اتشهرت الفتره الاخيره وبقت مكسره الدنيا حرفيا، لكن هل فعلا الاير فراير مفيد وضروري في كل بيت؟ النهارده هتعيشوا معانا تجربه كامله، تجربه البحث عن افضل اير فراير في السوق المصري كقيمه مقابل سعر وكحجم وكشكل كمان. على الرغم من ان المحتوى بتاعنا ترفيهي سياحي استكشافي، لكن كل حاجه بنجربها وبنلاقيها انها تستحق النشر كفائده لحضراتكم، ما بنترددش في ده. عشان كده صورنا ليكم حلقه النهارده. هل فعلا الاير فراير صحي وازاي اصلا بيشتغل؟ وهل فعلا هو مستقبل الطهي الحديث؟ وهل ممكن يتم استبداله بالبوتاجاز؟ خلونا نبدا بازاي بيشتغل. الفكره بسيطه جدا، سخان بيسخن بالكهرباء، وراه مروحه بتدفع الهواء على السخان ده، فالهواء بيسخن وبيبدا يتوزع وبيدور حوالين الاكل علشان يستوي من بره لجوه، والنتيجه اكل مستوي وطري من جوه ومقرمش من بره. على الرغم ان الجهاز ده اسمه فراير او قلايه، لكن هو مش قلايه ديب فراير اللي بتعتمد على القلي في زيت عميق. الجهاز زي ما حضراتكم شايفين مفترض ان بيكون فيه سخانات جوه بتبدا الحراره تخرج منها، وقبلها في مروحه بتبدا طبعا تدفع الهواء السخن علشان تبدا تسوي اي حاجه من بره لجوه، بحيث ان هي تكون مقرمشه من بره وطريه من جوه. الاير فراير بيعتبر فرن بمروحه لتوزيع الهواء السخن لكن بشكل مصغر. الفكره ان الطهي هنا بيتم بالهواء الساخن وكميه الزيت القليله اللي بس بتغطي سطح الاكل، بالتالي اكل صحي فعلا ما فيهوش موجات زي الميكروويف ومش متشبع بالزيت زي المقلي بشكل عادي، بالتالي سعرات حراريه ودهون اقل. كمان اللي بيميز القلايه الهوائيه وهو الحجم الصغير. تخيل تستبدل البوتاجاز اللي بيحتاج مساحه كبيره وانبوبه او توصيلات غاز، تستبدل ده كله بجهاز بالحجم ده، تقدر تحطه في اي مكان او تاخده معاك في سفريه. الاير فراير من شركه صينيه متخصصه في اجهزه الطبخ المنزليه وكمان اجهزه التجميل اسمها سوكاني، حجمه 8 لتر. الاحجام اللي بتكون اقل من كده ما بتكونش مساحتها كافيه من الداخل. كمان نقطه تانية مهمه وهي الواط، الجهاز 1800 واط وده بيعتبر كافي جدا لتسويه الاكل. وكمان هنا حجم وقوه المروحه مناسبين جدا. الاير فراير من الخارج شكله وتصميمه رائع جدا، تحسه سابق عصره، بالذات الزراير التاتش والشاشه الرقميه الشيك ديت. كمان اكتر حاجه بتميزه ان صوته اثناء التشغيل مش مزعج لدرجه ان في الاول فكرته لسه ما اشتغلش. كمان الجهاز بيجي معاه الباسكت دوت، واللي فيه الجزء دوت ده اهم جزء كان مش موجود في الاير فرايرز اللي كانت قديمه قبل كده، بحيث بيسمح ان الهواء يعدي من تحت ويبدا يسوي اي حاجه انت بتسويها من تحت. وكمان بيتجمع تحتيه اي زيوت او دهون بسهوله من غير ما الاكل يتشبع بيها. من لوحه التحكم والزراير التاتش ديت بتقدر تختار نوع الاكل، وبتقدر كمان انك تغير سواء درجه الحراره او وقت كل برنامج. زي ما حضراتكم شايفين طبعا هنا البرامج المختلفه بتاعت كل حاجه، سواء جمبري او بطاطس فرايز يعني، او لحوم او فراخ. وبتقدر كمان ان انت البرنامج تتحكم في التفاصيل بتاعته، زي الوقت بتاعه مثلا انك تزوده وخليه 15 او 16 دقيقه، وزي كمان درجه الحراره اللي انت بتقدر طبعا تخليها 180 او حد 200 زي ما انت حابب. وبعد كده طبعا بتبدا تشغل، بيبدا ان هو يشتغل ويظهر قدامك التايم المتبقي قد ايه ودرجه الحراره اللي انت ظابطها قد ايه. خلونا نبدا نجرب انواع مختلفه من الاكل فيه علشان التجربه تكون كامله وواقعيه. البطاطس هي اكتر حاجه القلايه هتكون موجوده علشانها، وطبعا طالما قلايه يبقى احنا لازم نتكلم عن الفرايز او البطاطس. عشان كده اول حاجه نجربها هي البطاطس. حاليا احنا حطينا البطاطس، بنبدا نختار من البرامج المختلفه هنا، والشاشه طبعا تاتش وجميله جدا ومبهره لدرجه ان الاضاءه اللي موجوده لو النور قليل شويه هتبان. بنبدا نختار طبعا البطاطس، وهو كده بيبقى ظابط درجه الحراره والوقت، ف
بندوس تشغيل بيبدا بعدها الاير فراير انه يشتغل على طول. طبعا بتحتاج انك كل فتره تقلبها. الوقت اللي اخدته كان قليل، وحتى لو الكميه زادت قوه الجهاز هتكون كافيه. زي ما حضراتكم شايفين ده الشكل بتاع البطاطس، المفترض ان هي استوت بالفعل. لو حد عايز يسيبها ان هي تنشف اكتر من كده براحته، بس طبعا ده بيرجع لكل واحد بيحب ياكلها ازاي، لكن عشان كانت نص سوا فاعتقد ان هي كويسه. زي ما حضراتكم شايفين هي مقرمشه من بره وطريه من جوه، وطعمها جميل جدا. حاليا هنجرب بعض الحاجات التانية زي قطعه البانيه ديت والدبوس دوت وقطعه الستيك اللحم ديت وقطعه الكفته ديت وقطعتين السجق دول. طيب خلونا نبدا بالحاجات الخفيفه اللي ممكن ان هي تستوي مع بعض. طبعا هو كده كده انت لو بتسوي حاجه هتسوي كل حاجه لوحدها، بس خلينا نبدا بالكفته وكمان السجق دوت، وممكن اختصارا للوقت نحط معاهم قطعه البانيه دي كمان، لكن انت طبعا لو بتسوي اكيد هتسوي كل حاجه لوحدها. طبعا ده كده في نص السوا، فممكن نقلبها الناحيه التانيه. طبعا اكيد مفترض انك هتستخدم حاجه غير الشوكه اللي معايا ديت. وقطعه البانيه بدات تستوي من ناحيه والناحيه التانيه، فاعتقد ما كل الكلام ده كله ما كملش دقايق يعني. طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي اول حاجه عندنا هنا وهي السجق، ومستوي كويس جدا من بره ومن جوه كشكل يعني، السوا عالمي فعلا. نفس الكلام البانيه ده الشكل بتاعه مستوي من جوه ومقرمش برده من بره. الثلاث عناصر اللي قدامنا دول ما كملوش 10 11 دقيقه. نيجي بقى لاخر حاجه في المجموعه ديت وهي الكفته. ده الشكل بتاعها مستوى كويس جدا برده، بنتكلم في 10 11 دقيقه سوا، فبيعتبر كويس جدا يعني. اختصارا للوقت برده هنحط الستيك مع قطعه الفراخ، فطبعا يفضل ان هي تبقى متسخنه قبلها زي ما حضراتكم شايفين وسامعين كمان. وقطعه الدبوس دي كمان نبدا نحطها معاها. زي ما حضراتكم شايفين المفترض ان هي استوت برضو قبل الوقت بتاعها، واللون بتاعها جميل جدا زي ما هو باين هنا بالظبط. ودي برضو قطعه الستيك، والمفترض ان هي استوت زياده عن اللزوم، كان ممكن تطلع بدري كمان شويه، فما بتاخدش الوقت اللي بيبقى مكتوب هنا، فده يعتبر انجاز كبير جدا. معنى كده ان هي قويه كقوه تسويه، ان هي طبعا زي ما احنا قلنا هي 1800 واط. طيب خلونا بس نبدا نشوف درجه السوا بتاعت الستيك في الوقت القليل دوت عامله ازاي. جميل. ده في اقل من 9 دقايق كان بالشكل دوت، واللي يعتبر استوى بسرعه جدا. استوى جميل جدا فعلا. نبدا كمان نشوف الفراخ زي ما ظاهر مستويه من جوه وهي من بره مقرمشه، واللون بتاعها جميل جدا، فتوزيع الحراره جواها يعتبر كويس جدا، مظبوط جدا في السوا. طيب حاجه اخيره هنبدا نسويها برده، ما كانش ينفع تسوي مع اي حاجه تانية، وهي الجمبري. هنحط عدد الجمبريات اللي قدام حضراتكم ديت نسويها ونشوف هتاخد وقت قد ايه ودرجه السوا هتبقى عامله ازاي. وبعد كده بنختار برنامج الروبيان او الجمبري، هو كده كده بيبقى ظابط درجه الحراره بتاعته والوقت بتاعه من دوس ستارت، بيبدا بعد كده بقى يسوي براحته. اخر حاجه معانا وهي الجمبري، وهو كده كده مش بياخد وقت طويل، سواء هتعمله كده او باتر فلاي كمان او اي طريقه تانية من طرق قلي الجمبري. طيب زي ما حضراتكم شايفين دي الانواع المختلفه اللي احنا عملناها وجربناها في الاير فراير. بصراحه النوع دوت ابهرني، لان دايما بعتقد ان الحاجه اللي بيكون شكلها حلو جدا ما بتاديش النتيجه او ما بتكونش قويه وما بتاديش النتيجه المطلوبه منها، لكن فعلا وقت التسويه كان غريب جدا 10 11 دقيقه. ممكن يكون طبعا بياخد وقت اطول من كده لو كانت الكميات اكبر من كده، لكن بشكل عام الحجم بتاعه بالنسبه ان هو 8 لتر وبالنسبه للسعر بتاعه فهو بيقدم قيمه جيده مقابل السعر. اما بالنسبه للسعر بتاعه فالسعر بتاعه 3800. تقدروا تطلبوه من اللينك هيكون موجود تحت الفيديو، تقدروا تخشوا عليه وتطلبوا الجهاز ده منه، لانه بعد التجربه يعتبر فعلا افضل جهاز كقيمه مقابل سعر. الاقليه بتقدر تعمل فيها حاجات كتير جدا، مش هنقدر نعملهم كلهم طبعا علشان نجربها. الانواع اللي جربناها على سبيل التجربه وليس الحصر. الاير فراير كمان بيتعمل فيه كاب كيك وممكن لازانيا او رز وحاجات تانية كتير. ملخص التجربه
الجهاز فعلا رائع وما تخيلتش انه هيكون قوي ودرجه التسويه بتاعته رائعه بالشكل دوت، بالذات كمان ان الاسم ما كانش معروف ومش مشهور بالنسبه لي على الاقل. يعني الجهاز هيغنيك عن استخدام البوتاجاز في حاجات كتير قوي، كمان سريع وصحي، وتقدر تطلبه من اللينك اللي هيكون موجود تحت الفيديو. الجهاز سعره 3800 جنيه لفتره محدوده لانه خصم للاسف، وهو كمان ممكن في اي وقت السعر يزيد طبعا لو حصل اي تعويم في الفتره اللي جايه، بخلاف الخصم طبعا اللي موجود عليه اللي ممكن ما يستمرش فتره كبيره. لحد هنا حلقتنا انتهت. ما تنسوش لو بيعجبكم اللي بنقدمه انكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش.